السلام عليكم الناس كل، مرحبا بكم. اليوم معنا وصفة جديدة وفيديو جديد. ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناة كويزين بالوري حمدي على يوتيوب باش تدعمونا ونزيدو نهبطوا لكم فيديوهات جدد. كما تشوفوا اليوم باش نعملوا مرمز تونسي بالعلوش، ما شاء الله يعمل 66 كيف. يلا ما نطولش عليكم، نبداو الوصفة نتاعنا. كما تشوفوا خذيت الطنجرة نتاعي، حطيت شوية زيت، كما معناها تحبوا تحطوا زيت زيتونة ولا زيت نورمال، شنو هي المتوفر عندكم. لهنا قليت المرة الأولى كعيبة بصل، مع شوية عندي شوية فلفل أحمر شايح قسيته مكعبات، قليته مع البصل كما تشوفوا لهنا، واللحم باش نقليهم شوية مع بعضهم. اللحم العلوش حطيت معاه شحيمة كاية، معناها شنيا متوفر في المنزل تنجموا تحطوه. لهنا بعد ما قليتهم شوية حطيت كعبتين طماطم مقصوصين مكعبات باش نزيد نقليهم مع بعضهم، وزدت شوية شطر مغرفة هريسة عربي بحكم اني حطيت فيه فلفل الشايح، مغرفة كبيرة طماطم. اللي ما يحبش مطمطمة برشا ينجم يحط شطر، معناها مغرفة صغيرة، كل واحد وذوق متاعو. لهنا باش نخلط المكونات الكل مع بعضها باش نقليهم شوية. بعد ما نقلي المكونات الكل مع بعضها باش نفوح توا فلفل أكحل، فلفل أحمر، وشوية ملح، ما غير ما نحطوا التابل كيما نعرفوا، هو خاطر اللحم العلوش معناها فاوح بطبيعته ما يستحقش تابل وكروية ولا ثوم. لهنا باش نحط كعيبتين رند لهنا، خاطر شي باش نحط الحمص واحد كيما تعرفوا معناها باش نحينا كالغاز اون بليس يبنوا البلا متاعنا. لهنا كيما تعرفوا معناها المرمز يلزم الحمص، لهنا حطيت الحمص، حمص منفخ بالطبيعة. تنجموا تحطوا الحمص اللي في الحكوك ولا نفخوا وحدكم وتحطوا الحمص اللي في الحكوك ماذا تحطوه معناها في الاخر، على خاطر يذوب في ساعة يبدأ طايب على الاخر. لهنا مرقت المرقة متاعي، ومن بعد ليكا باش نسكرها خليها تاخذ غلوة متاعها متاع حكاية هكاكا نص ساعة. من بعد ليكا باش نحط البصل، حكاية هكاكا رطل بصل قصيته مكعبات كيما تشوفوا بالطريقة هذه، كانت 4-5 ريوس بصل كبار. كيما تعرفوا المرمز معناها الباز نتاعو بصل. انا نحطه في الاخر قبل ب10 دقائق ما تطيب معناها الصوص. لهنا بعد تعديو 5 دقائق بعد ما حطيت البصل متاعي خاطر نحبه يبقى يتقرمش. لهنا حطيت 3 جرام فلفل السوفي، حطيت الفلفل باش نغطي ونزيدها حكاية 5 دقائق ماكس، وبعد نسكر الطنجرة متاعي ونطفي النار. وهذه هي ريزلتا فينال متاعنا. ان شاء الله تعجبكم الوصفة. باي باي.